بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في المملكة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. غربال حكما لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا وجيد للفار. أعلن النادي الأهلي القيام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتعيين الجزائري مصطفى غربال حكما لمباراة المارد الأحمر والزمالك المرتقبة غدا والتي تجمع الفريقين في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وذكر الأهلي في بيان رسمي أعلن الاتحاد الأفريقي تعيين الدولي الجزائري مصطفى غربال حكما لمباراة الأهلي والزمالك. وأوضح الأهلي أن حكم المغرب رضوان جيد سيتولى مهمة حكم تقنية الفيديو في المباراة الفار، بينما سيكون الزامبي جاني سيكازاوي حكما رابعا دون الكشف عن الحكم المساعد الأول والثاني. وكان الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والزمالك قد عقد مساء اليوم باستاد القاهرة بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عادل المدير الإداري وعمرو محب المترجم ووائل محمد ومحمد أسامة الإداريين. وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي الموف، بينما يرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملا ويرتدي حارس مرماه الزي الأخضر. طه إسماعيل يتوقع تشكيل الأهلي أمام الزمالك ويؤكد الأحمر افتقد أهم ورقة رابحة. توقع المحلل الرياضي دكتور طه إسماعيل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق تشكيل المارد الأحمر خلال مباراة الزمالك القادمة. ومن جانبه قال الشيخ طه بأن الأهلي افتقد أهم ورقة رابحة كانت ستفيده في مباراة الزمالك وهي وليد سليمان، قائلا هو بديل جاهز دائما، غيابه خسارة كبيرة للأهلي. وتوقع طه إسماعيل تشكيل الأهلي والذي جاء كالتالي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع من اليمين للشمال محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف وعلي معلول، فخط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وجونر أجاي، وفي خط الهجوم مروان محسن. أما بالنسبة لموعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والمعلقين، تترقب جماهير الكرة المصرية على وجه الخصوص والعربية والأفريقية على وجه العموم المباراة المنتظرة التي تجمع الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وتعاد تلك المباراة هي الأولى من نوعها التي تجمع فريقين من نفس البلد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما أنها المباراة الأولى التي يقام فيها ذلك الدور من مواجهة واحدة وليس مباراتي ذهاب وإياب. ويلتقي الأهلي بغريمه تقليدي الزمالك في 9 مساء غدا الجمعة على ملعب استاد القاهرة، حيث يضع المارد الأحمر عينه على التتويج باللقب للمرة 9 في التاريخ، فيما يسعى الزمالك لحسمه للمرة 6. وتقوم قناتي بين سبورتس HD1 وبين سبورتس HD7 بنقل المباراة على الهواء مباشرة، على أن يسبقها استوديو تحليلي لقرابة ساعة كاملة لمناقشة التفاصيل الفنية. كما تقوم قناة تايم سبورتس HD على البث الأرض بنقل المباراة على الهواء مباشرة، على أن يسبقها استوديو تحليلي لمدة ساعات يذاع منه أجزاء على البث الفضائي لقناة اون تايم سبورت. ويقوم التونسي عصام الشوالي بالتعليق على مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة بين سبورتس، بينما يقوم مدحت شلبي بالتعليق عليها عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت. $500,000 لكل لاعب في الزمالك حال الفوز بدوري أبطال أفريقيا. وعد مجلس إدارة الزمالك اللاعبين بمكافآت خيالية تصل ل$500,000 لكل لاعب من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا والفوز على النادي الأهلي غدا. ووفقا لمصادر من داخل الزمالك، تواجد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك في معسكر الفريق اليوم، وعقد جلسة مع اللاعبين وطلبهم بإسعاد الزملكاوية وكتابة تاريخ جديد لأنفسهم. وأكد إسماعيل يوسف للاعبين أنهم سيحصلون على كل ما يتمنونه في حال رفع كأس البطولة والعودة به إلى 100 عقبة في ظل انتظار الجميع لهذه اللحظة الهامة. ويستعد الزمالك لمواجهة النادي الأهلي المقرر إقامته غدا على ملعب استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وفي السياق ذاته فرض الجهاز الفني للزمالك نوعا من السرية والسيطرة على المعسكر ومنع التواصل الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إلى نهاية المباراة، والتركيز فقط في اللقاء المرتقب الذي يبحث فيه الزمالك عن تحقيق اللقب الغالي وإسعاد جماهير الزمالك المتحمسة لتحقيق البطولة الغائبة منذ 18 عام وتحديدا من عام 2002 وآخر تاريخ لقب لنادي الزمالك. الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل نهائي القرن، الجماهير تنتظر التاسعة. حرص كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على التواصل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي من أجل الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين قبل النهائي المرتقب أمام الزمالك. وطلب الخطيب من عبد الحفيظ إيصال رسالته إلى لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بأن الجماهير تنتظر اللقب الأفريقي التاسع
والمشاركة في مونديال الأندية بالنسخة المقبلة. وأكد الخطيب خلال رسالته للاعبي الأهلي وجهازه الفني أن مباراة الغد أفضل فرصة للتتويج باللقب الأفريقي، في ظل أن المباراة تقام داخل مصر، فضلا عن امتلاك الأحمر الدوافع النفسية بعد تحقيق لقب الدوري المصري مبكرا متفوقا على غريمه بفارق نقاط كبير. وتابع رئيس الأهلي في رسالته للاعبين أنه يثق تماما في قدرات كافة اللاعبين الموجودين داخل قائمة الفريق. ويدرس الخطيب زيارة الفريق عصر غدا في فندق الإقامة قبل التوجه لاستاد المباراة من أجل تحفيزهم في اللقاء المرتقب، ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك غدا في 9 مساء على استاد القاهرة. الخطيب للاعبي الأهلي: أمامكم فرصة كبيرة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه. وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي رسالة خاصة للاعبي الفريق قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، وشدد كابتن محمود الخطيب على اللاعبين أنهم أمام مباراة تاريخية ستكتب بحروف من نور في نهائي مصري أفريقي خاص يقام لأول مرة في القاهرة، بجانب المشاركة في بطولة السوبر واللعب في كأس العالم للأندية العام القادم، وهي أمور يجب على الجميع تداركها والعمل على الفوز بالبطولة الأغلى للأندية في القارة السمراء، حيث يمنحهم الفوز الدخول في تاريخ القارة الحمراء الكبير بالفوز على الغريم التقليدي في بطولة أفريقية. حكم نهائي القرن وشه حلو على الأهلي والزمالك ومشهور بالبطاقات. أسند الاتحاد الأفريقي الكاف مهمة إدارة مباراة الأهلي والزمالك إلى الحكم الجزائري مصطفى غربال التي ستقام غدا الجمعة في 9 مساء. ويعاون غربال في إدارة قمة نهائي القرن الأفريقي بين الأهلي والزمالك المغربي رضوان جيد حكما لتقنية الفيديو فار، وحكما رابعا الزامبي جاني سيكازاوي. الحكم الجزائري مصطفى غربال من مواليد عام 1985 بدولة الجزائر، وحاصل على الشارة الدولية في عام 2014، ويمارس التحكيم منذ 11 يونيو 2011 أن عمره التحكيم 9 سنوات. وشارك الحكم الجزائري في تحكيم 158 مباراة خلال مسيرته التحكيمية، أشهر خلالها 595 بطاقة صفراء و21 بطاقة حمراء، واحتسب 65 ركلة جزاء. ويوجد مصطفى غربال ضمن قائمة تضم 8 حكام لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر. الجزائري غربال أدار مباراة للأهلي وأخرى للزمالك في دوري أبطال أفريقيا، وأدار الحكم الجزائري في دوري أبطال أفريقيا 8 مباريات، منها مباراة للنادي الأهلي ومباراة للزمالك. فالمارد الأحمر تحت قيادة غربال فاز على تاونشيب البوتسواني 3-0 بدور المجموعات لنسخة 2018. وكان غربال فالحسن للزمالك أيضا، قاد مباراة الزمالك أمام الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وخسر الزمالك 1-0 في لقاء الإياب بتونس، لكنه تأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2 ليصل لنصف النهائي. وأشهر غربال خلال المواجهات الثمانية التي أدارها في دوري أبطال أفريقيا 46 بطاقة صفراء ولم يشر أي بطاقة حمراء، واحتسب 7 ضربات جزاء. وشارك مصطفى غربال كحكم رابع في نسخة 2014 من دوري أبطال أفريقيا في مباراة الجولة الرابعة لدور المجموعات بين الزمالك ومازيمبي الكونغولي، وانتهت بالتعادل السلبي على استاد الإسكندرية. وأخيرا للاعبين والجمهور 5 محاذير في نهائي القرن بين الأهلي والزمالك. التوجيهات ال5 المقرر اتباعها في نهائي القرن التاريخي بين الأهلي والزمالك كالتالي: رقم 1، من التجمعات أمام بوابات استاد القاهرة، مسرح اللقاء أو الطرق المؤدية إليه. 2، ضبط المتجاوزين أو حاملي لافتات مناهضة للفريق المنافس قبل وأثناء وبعد اللقاء. 3، ضبط من يقوم بترديد عبارات تسيء الفريق الخصم خلال أحداث المواجهة. 4، عدم خروج اللاعبين عن النص أو الشد والجذب مع بعضهم البعض أو الإساءة لحكم المباراة. 5، المساعدة في ظهور المباراة بمظهر حضاري يليق بالرياضة المصرية أمام العالم العربي والقارة الأفريقية. وإن شاء الله نأمل أن تخرج المباراة على خير، ولا للتعصب ولا للتعصب ولا للتعصب. قولوا لي بقى في الكومنتات توقعكم لنتيجة مباراة الأهلي والزمالك غدا إن شاء الله. أشوفكم إن شاء الله على خير. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.